بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم. انا لقيت العربيه ديت معديه كده وبتنادي. فطبعا انا اول مره اجيب منها يعني كبده ولحم وحاجات من ده، فما جربتهاش قبل كده. فبصراحه كده قلت اجرب يعني. فلقيت في ناس كتير بتشتري، فقلت يعني اصورها لكم كده وتاخدوا فكره، وبعدين هجرب المنتجات بتاعتها واقول لكم رايي فيها. لان انتوا عارفين الاسعار غالية جدا، والعربية ديت اسعارها رخيصة جدا، ويعني ايه، والحاجات مش غالية فيها. فانا برضو قلت اجرب كده، خدت طبق كبدة وخدت طبق سجق. طبعا هم عندهم لحمة قطع ولحمة مفرومة، وفي دول فرختين حشو وكانوا ب95 جنيه. طبعا الاسعار رخيصة جدا بالنسبة مقارنة بالاسعار اللي بتتباع بره. دول فراخ بيضة كده، احجامهم صغيرة بيتحشوا يعني. هنا انا كنت جبت زي ما قلت لكم طبق كبده وطبق سجق. انا الاول هبدا بطبق الكبده. انا حبيت يعني الصراحه، قلت اجيب طبق كبده كده. يعني مش عارفه، كنت عايزه اكل كبده بالرده، كنت عايزه اعمل كبده بالرده. فانا جبت طبق الكبده ده. مش عارفه بصراحه وزنه قد ايه، بس هو ب35 جنيه، 35 جنيه. مش مكتوب عليه اي اوزان ولا اي حاجه. فطبعا انا جبت المكونات اللي موجوده عندي. آه، يعني دول المكونات اللي احنا هنحتاجهم. يعني هنعمل ده بتنجان، هعمله بابا غنوج، ومعانا حبيتين طماطم، ومعانا 3 قرون فلفل، ومعانا ليمون. دي كل المقادير اللي هنعوزها في الطبخ. طبعا انت يعني زي ما احنا بنقول، احنا الشعار بتاع القناة الحاجات البسيطة، يعني تطبخي اكلات بسيطة وبتكاليف بسيطة، لان الطماطم غليت جدا. الطماطم بقت ب10 جنيه، فانا مش عارفة الغلا ده هنروح لحد فين بصراحة. طبعا. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مكرونة وهعمل كبدة بالرد. الكبدة دي الاول هبدأ بيها. انا فتحت الكبدة كده معاكم، وبعدين لقيتها كده كام شريحة. وجيت ابص تحت في الاخر كده، يعني هو حاططهم على الوش. جيت لقيت من تحت في حتت كده متقطعة صغير، وفي دي حتة كلوة من الكلاوي. دي مش كبدة. في قطع صغيرة كده. طبعا الحتة الكبيرة دي انا هقسمها 2، لان هي المفروض بيتعمل شرايح علشان هنحمرها. زي ما انا قلت، انا برضو مصرة المفروض الكبدة دي يا حبايبي تتقطع كده، تتعمل كبدة اسكندراني. بس انا بصراحة كان نفسي قوي اكل كبدة بالرد. وبرضه هاكل كبدة بالرد، يعني عندي اصرار رهيب يعني برضه ان انا هعملها كبدة بالرد، رغم ان فيها قطع صغيرة جدا. فما تنفعش، هو المفروض ان انت عشان تعملي كبدة بالرد تبقى شرايح زي الكبيرة دي. فهعملها وخلاص. والله وكانت جميلة. طبعا الكبدة ما بتتغسلش لما تكون الكبدة طازة، فالكبدة متلجة. انا معرفش مين مسكها ومين عمل يعني، كام ايد مسكتها لحد ما وصلت يعني. فانا هعمل ايه؟ انا هطهرها الاول. هحط لها هنا ليمونة، ومعايا هنا قشرة واحدة استفندي، هفركها كده يعني، ومعايا شوية خل. ويعني هدعكهم كده. الكبدة بتتعمل، انا قطعتها الاول وهي مثلجة، يعني انا قطعتها شرايح وهي جامدة طالعة من الفريزر. قطعتها عشان اعرف اتحكم فيها، لان احنا عارفين ان الكبدة بتبقى عبارة عن فيها دم كتير يعني. وبرضو انا شطفتها بالليمونة وبالخل عشان ريحة الزفارة. زي ما انا قلت يا حبايبي، الكبدة اللي جاية طازة من عند جزار انت ضمناه ما بتتغسلش. فانا هنا خدتها ودعكتها كده وشطفتها بشوية مية. هركنها بقى في جنب واعمل لها الخلطة بتاعتها. لازم التتبيلة بتاعتها عبارة عن ايه التتبيلة؟ هناخد قرن. ده كل المكونات المقادير اللي هي في الطبق دي اللي احنا هنستخدم منها الاكل بتاع النهارده. خدت قرن شطة او قرن فلفل حامي او بارد زي ما تحبي، وفصين 3 توم، ومعانا هنا واحدة طماطم. هبشرها. يعني هفرمهم بالمفرمة او بالكبة، واحط شوية توابل وشوية ملح، واقلب الخلطة دي كلها كده في التتبيلة، واركنها على جنب. مش هتقعد كتير، بس مجرد ما اشتغل بقى احمر المكرونة. هعمل المكرونة واعمل الحاجات بتاعتها. الاكلة دي سريعة ومش هتاخد معاكي وقت، يعني لو نص ساعة خلاص كله في وقت واحد. هحمر بقى جنبها بطاطس. وطبعا زي ما انا قلت البتنجان، هحط البتنجانات تشوي على البوتاجاز، على عين البوتاجاز كده، وانا شغاله كده العيون بتاعتك علشان تنجزي.
معايا بقى طبعا مكرونة الكمية اللي انت تحبيها بشوية زيت هنحمرها. برضو زي ما انا قلت عشان الطماطم غالية، وانا بصراحة كده ما كانش عندي طماطم. يعني احنا اخر الاسبوع، والمكونات دي كلها اللي كانت عندي بصراحة في التلاجة، فاحنا مش هنقف على حاجة يعني. مشي بيتك كده يعني، وعلى قد ايدك. يعني مشي البيت بتاعك. يعني العيال ما تاكلش، لا العيال تاكل. هنعمل ايه بقى؟ حمري كده المكرونة، حطيتها على العين، بتنجانية بتشوي على العين. هعمل ايه بقى؟ فاكرين بقى وحدة الطماطم والقرنين الفلفل اللي كانوا في الطبق؟ انا هقطع واحد فلفل بس كمان، وهقطع واحدة طماطم، هعملهم زي اقطعهم كده سلطة. بعد ما حمرنا هنا المكرونة، هنزل بيهم على المكرونة، هديلها كده تقليبة، واحط معاهم ورقتين لورا وشوية الملح والتوابل، وهديلها تشويحة كده، وانزل عليها بالمية. مكرونة سريعة وبسيطة وسهلة، وطعمها كان حلو. او تغيير يعني، مش كل مرة بنعمل مكرونة ام صلصة اللي هي المكرونة الحمراء. دي المكرونة يا جماعة اللي ما عندوش طماطم، او ما عندوش يعني ما فيش طماطم، ما فيش حاجة عندك، ممكن، او ما عندكش يعني اكلة سريعة العيال يعني لو جعانين ممكن تعمليها على طول. خلاص. هنا دلوقتي هحطها بقى، احط لها المية، وهغطي عليها واسيبها على النار. اول ما تغلي وتتشرب ههدي عليها النار، مش هتاخد معانا 10 دقايق. واروح بقى اعمل ايه؟ هحمر الكبده، احمر البطاطس الاول. انا كان عندي بطاطس، قلت اعمل طبق بطاطس كده جنب الاكل. و طبعا هعمل البابا غنوج زي ما انا قلت، يعني غموس. اهو طبق بطاطس. بعد ما البطاطس تتحمر، هشيل البطاطس واحط ايه، هحط الكبده طبعا. كل ده يعني ما خدتش وقت في التتبيل، خدت لها حوالي ربع ساعه لما البطاطس اتحمرت، وعملت المكرونه، او 10 دقايق. وبعدين هقلي فيها على طول. البطاطس طبعا حمرتها. وبعدين بقى يعني بصراحه يا جماعه الكبده كان طعمها كويس يعني، كانت حلوه. انا اول مره اجيب الكبده اللي هي بتاعت العربيات ديت. انا لقيت بينده يعني، والسعر الكبده رخيص، فقلت اجربه. لقيت ناس بتشتري. بصراحه انا ما جربتهاش قبل كده. هنا بقى معايا شويه رده، مش كتير يعني، حوالي نص كوبايه رده او كوبايه رده. الرده اللي تفضل عندك عادي. اعمليها يعني، ايه عينيها. حطيت معلقهم شويه توابل، تبلتهم توابل بس ما حطيتش ملح. في طاسه فيها زيت على النار، وبقلب كده. باخد الكبده اللي في التتبيله، اللي هي بتتبيله التوم والفلفل بتتبيلتها، وبنزلها في الرده، وهروح بيها على طول في قلب الزيت. طبعا انت ما بتعليش عليها النار قوي، ولا بتهدي قوي، لان لو هديت النار قوي الكبده الرده هتسيب الكبده وهتنزل. فاحنا عايزينها تطلع متحمره بالكفر بتاعها. خلاص. فهنعمل ايه؟ بتحمي الزيت قوي. وبعدين اول ما بتحط الكبده بتهدي النار، تخلي على نار متوسطه. هنا طبعا انا حطيت الشرايح الكبيره. بعد كده هنزل بالشرايح الصغيره، يعني بالقطع الصغيره دي. والله كانت حلوه. بس زي ما انا قلت لكم، لما يكون في شرايح صغيره كده يستحب ان انت تعمليها كبده، اللي هي الكبده الاسكندراني، في سندوتشات. بس انا كنت يعني بصراحه ايه، اصريت ان انا هعملها كلها كبده بالرد. طبعا الكبده زي ما انا قلت هي عباره عن تجمع دموي. فهنا خلاص طلعت الدم بتاعها كده. وبعدين بقلبها على الناحيه التانية. خلاص. وبتتحمر معانا. هي كان طعمها حلو يا جماعه. يعني بصراحه بعد التتبيله يعني الشطفه اللي انا شطفتها بيها والتتبيله، ما تفرقهاش يعني عن الكبده الكبده اللي هي بتبقى ايه طازه، او الكبده اللي انا بجيبها من الجزار. خلاص كده طلعنا الشوية الأولانيين. أول حبة فضل بقى الحبة اللي هم الحتت القطع الصغيرة، حطيتهم على النار. وقلت أعمل بقى البتنجانة كانت استوت أهي. هعملها بابا غنوج. على النار ما بتاخدش 5 دقايق، على عين البوتاجاز تحطيها على عين البوتاجاز، وتخلي النار وسط عليها كده، مش هادية قوي ومش عالي. سريع، ده كله أكل سريع، وبابا غنوج سريع، كله أكل سريع. عصرت عليه ليمونة. وهجيب قرن فلفل هقطعه عليها برضو، من الفلفل اللي كان معانا. خلاص. وهعمل ايه بقى؟ واحط فص واحد توم، وشوية ملح وشوية توابل. و... واحط ايه، احط معلقة طحينة. ما عندكش طحينة خلاص، مش مهم الطحينة. هفرمهم بقى في الخلاط،
او ممكن انت يعني لو عندك كب اعملي في الكب، عايز تفرموهم في الخلاط افرموهم في الخلاط. هنا معلقه الطحينه اهو، وهعمل وشويه خل، نسيت اقول لكم على الخل، في الخلاط بتفرميهم وخلاص. هنا بقى الطحينه، جبت شويه الطحينه الباقيين، معلقتين طحينه على نص ليمونه، وشويه خل وشويه توابل. وبعدين يعني كان عندي لبن، فقلت احط شويه لبن، معلقه لبن صغيره كده او شويه لبن صغيرين بدل الميه. يعني انت بتقلبيهم، طبعا انت بتزودي ميه، انا ما رضيتش اضيف ميه، حطيت اللبن خلاص. شويه لبن صغيرين، كبشه صغيره كده على قدهم. قلبتهم وخلاص. ممكن انت عايزه تحط زبادي، حط واحده زبادي. ممكن عايزه تحط بميه، ما عندكيش لا لبن ولا عندك زبادي، خلاص الميه كفايه. ده شكلها كده يا حبايب قلبي. وبعدين بقى ايه، تغيير يا جماعه اهو. دي المكرونه، هي مش بيضه يا جماعه، بس الكاميرا يعني الفلاش بتاع الكاميرا كنت مسلطاه فيها عشان كنا كده خلاص المغرب، لان انا يعني كان عندي مشوار، وبعدين اتأخرت في عمايل الغدا، فعملت غدا سريع خلاص. احنا هنا معانا حمرت طبعا، ده حمرت بطاطس. ده اللفت انا مخللاه، انا محطتلوش لون يا جماعة، هو لونه احمر كده. يعني اللفت ده كان لونه احمر. يعني الروس بتاعته كانت صغيرة كده وكانت حمرة غامقة. فانا بصراحة انا ببقى احط له اللون، بحط له واحد حتة بنجرايه وكده تحمره، هو حمر يعني عمل نفسه بنفسه. ده طبعا انا بوريكم هنا شكل الكبدة. دي معانا بعد ما اتحمرت. ومعانا وفيها القطعة الصغيرة تحت برضو حمرتها. الطحينة وبابا غنوج وطبق البطاطس. وقطعت واحدة طماطم كده معاها بقية الفلفل. انا برضو هعمل لكم اللي انا هنا بقول لكم على الليفت. هبقى اخلي معاكم ليفت بعد كده على الطريقة بتاعتي، بفضل معاكم يقرش لاخر واحدة. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.